بونجور بتوقيتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو حماكم؟ بعدني عايشة. خوفتكم علي البارحة، نزلت ستوري انه انا بالمستشفى. ليترلي كل الناس نزلت لي قمر شبيش، حتى اصدقائي والناس اللي اعرفهم، وما جاوبت احد لانه صار لي 3 ايام صحتي كانت سيئة. اللي صار وياي انه صار 3 ايام صحتي مو اوكي. كان عندي فد مشكلة بالمعدة، كنت اتأذى، فجيت مختفية عليكم، بس ما كنت عارفة انه اكو شي سيريس. البارحة كان عندي تصوير، رحت على المستشفى اول شي الصبح، نشرت لكم الستوري. وبعد ما رحت على المستشفى خلص قلت رح احاول اكمل حياتي طبيعي. قالوا لي لازم تسوين عملية، ما ردت اسوي عملية. طلعت من المستشفى لان عندي كان تصوير وشغل، فطلعت من المستشفى ورحت اصور. anyways فقلت لكم رحت اصور، كان تصوير يوتيوب وتصوير اعلان. صورت اليوتيوب، شلون صورته لا حد يسالني لان كنت حرفيا دا انهار بالتصوير، بس صورته المهم اخلص. لما كان عندي وقت، يعني سفرتي المفروض باكر، اوكي اجلتها يومين لانه I'm not اوكي. فجيت اريد اخلص كل شيء البارحه، وانا لازم اسوي عمليه وما اريد اسويها. فاللي صار انه خلصت تصوير اليوتيوب الحمد لله، بس كنت مبينه مو اوكي. بعدين رحت اصور اعلان. تصوير الاعلان نص تصوير اني خلص انهارت، فقدت الوعي، كلش توجعت، يعني كان عندي مشاكل بالمعده فمعدتي وقع التليفون وقع التليفون اكشي غلط. فوصلت لمرحله انه دا اعيط من الالم، ما قدرت اصور. عدت التصوير واني فستاني وميك اب، عارفه نفس الميك اب هذا ونفس التصريحه مال البارحه من التصوير. رح ارجع اعيد التصوير اليوم. فخلص بعد ما تحملت اخذتني محسن طلعتني من نص التصوير، ورحنا رجعنا على المستشفى مرة ثانية. أنا أوريدي كنت الصبح بالمستشفى، فلما رحت على الطوارئ قالوا لي لازم تسوين عملية هسه، يعني immediately نفس اللحظة لازم تسوين عملية. فاللي صار إنه أنا راح سويت عملية. فعلى مود هاي ما كنت موجودة وياكم واختفيت. سويت عملية البارحة بالليل الساعة تقريبا 10، وطلعت المستشفى الساعة 1 بالليل. رجعت فقدت إغماء وقعدت اليوم أكمل شغلي وتصويراتي، وأجلت السفرة مالتي بعد يومين لأن كانت باكر وأني ما لحقت، يعني ما مخلصة شيء. وهاي ما عافتني أبدا، هاي البت حياتي انتي اختي صغيرة. أحبها كلش هواية والله. البارحة أخذتني المستشفى وظلت وياي. يعني كانوا 3 أيام مليئين بالدراما والأكشن. ما مبين عليه طعم العملية أدري، بس أنا حاليا بقعد أحكي وياكم راسي كل شيء وجعني مسخنة. البارحة كنت عملية كبرى، يعني بنج عام طبيعي. حتى هسه انتبهت بعدني ما لابسة ماي جولري نزعوني اياهم بالعملية. هذا اللي كان صاير وياي. that's why خفيت عنكم. I miss you. أنا حاليا بخير، شوية أعراض العملية بعدها علي حتى تشوفون عيوني بتقوى فاتحتهن، بس مضطرين نكمل شغل ونكمل تصوير وبس. والله I miss you. حاليا جيت، أنا قاعدة بأوتيل بابل باي ذا واي. جيت أول بارحة، استقبلوني الحمد لله. عمود ارتاح من العملية وهيك شي بالأوتيل. وحاليا جاي نتغدى، يعني ما في شي شالت شعرها زين. أنا ومحسن جاي نتغدى بمطعم الأوتيل، وبعدين رح أطلع أكمل شغلي تصويراتي. فأوافيكم بالمستجدات، بس قلت لازم أقول لكم إني سويت عملية، هذا شي كبير.